اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم. اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير وكل عام وانتم بخير. كل شهر رمضان وانتم طيبين، ويا رب يعيدوا علينا باليمن والخير والبركات والرحمة والمغفرة والعتق من النيران. وعايزين بقى نستغل الشهر الكريم ده في قراءة القرآن والصلاة طبعا. كمان صلاة التراويح، بصوا حاجة بصراحة بترد الروح فعلا. لما بنيجي نقف مثلا نصلي صلاة التراويح كده، يعني بجد بجد حاجة جميلة جدا. شهر فعلا رحمة، شهر مغفرة، شهر العتق من النيران، فاستغلوه بالله عليكم. بلاش ان احنا بقى ايه، يعني نستغله بقى ان احنا نقعد قدام المسلسلات ومش عارفه ايه. لا، اعملي وقت كده مع نفسك، اقعدي فيه اقري قرآن، قولي اذكارك وانتي بتطبخي، سبحي وانتي بتطبخي. يعني خلي على طول لسانك ذاكر شاكر لله طول اليوم علشان ما تضيعيش عليك اليوم. هنا طبعا انا بوريكم ان انا جبت الستارة دي، كان المتر فيها ب75، خدته ب70 جنيه وعملت شيلت. ونسيت اقول لكم ان انا عملت جمعية ب5 جنيه علشان اعمل فرش رمضان. مش شرط خالص يكون مثلا معايا مثلا فلوس او كده، لا يعني كنت بحوش كده مع نفسي خلاص. وعملت جمعية ب5 جنيه مع جيراني، ورحت جبت فرش كده بسيط خالص، يعني حاجة بسيطة، مش لازم يعني ان احنا نجيب الحاجات الغالية قوي. يعني الفرش ده المتر منه ب25 جنيه، مش غالي. ومش شرط برضو تعملي مثلا في شهر مثلا رمضان ده عملتي مثلا فرش، يعني ان شاء الله السنة اللي جاية اعملي شلت كده. يعني مش شرط يعني تعملي كله مرة واحدة. انا عن نفسي ما عملتش كله مرة واحدة، يعني كنت بجيب مثلا الزينة خلاص بتاعت رمضان اللي فات بعينها، بفضل اعينها مثلا لرمضان ان عشنا اللي بيجي، فاهماني؟ يعني مش شرط خالص انك انت تقعدي تكلفي نفسك كل سنه هاتي حاجه. ايه المشكله؟ انا السنه دي عملت جمعيه ب5 جنيه، ورحت عملت الشلت اللي انتوا شايفينها ديت، والفرش اللي هو بالمتر اللي هو زي ما انتوا شايفينه ده. وعايزه تقولوا لي كمان رايكم ايه خلاص في الفرش ده. وعملت هنا كسوه كده للشلت بتاعه الارض علشان ما كانش عندي يعني غير هي كسوه واحده، فعملت كسوه كده برضو المتر ب25 جنيه، مش غالي ولا حاجه. والشلته خدت نص متر، يعني الشلتتين خدوا متر، يعني مش حاجة. وطبعا فروعة النور يا جماعة بتبقى موجودة يعني كل سنة، مش شرط. يعني لو انت عايزة مثلا تزودي فرع ولا 2 مش مشكلة، حوشي كده من مصروفك ولا حاجة، 5 في 10 في 2 جنيه. وبصي والله العظيم فعلا هتعملي يعني زينة وحاجات جميلة جدا في شهر رمضان. مش شرط يعني تكبسي نفسك وتقولي لا انا ما عنديش، لا كل سنة هاتي حاجة. ايه المشكلة يعني؟ مش يبقى نجيب بالالافات، لا كل سنة ممكن نعمل حاجة بسيطة ماشي، ونفرح نفسنا ونفرح ولادنا ونفرح شقتنا. يعني مش شرط انا اللي جبته هو الشلت والفرش، لكن الزينة والفروعة النور والحاجات دي كانت موجودة عندي من السنة اللي فاتت، لان دلوقتي اسعارها برضو غليت قوي يعني. فمش شرط يعني ان احنا ايه اول ما يجي شهر رمضان نروح نجيب حاجات كتير ومش عارفة ايه. لا، دبري كده مع نفسك، وممكن ب5 جنيه كل يوم، ب2 جنيه اللي يفيض منك. مش شرط يعني لو جنيه هتحطيه في الحصالة خلاص، وتجيبي حاجة مثلا في الشقة، يعني تزيني الشقة. مش شرط ان نروح ندفع بالالف والالافات. الجنيه وال2 جنيه اللي انت هتحوشيهم هيبصي هيعملوا معاكي بردك حاجة كويسة. اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. ما تنسوش الصلاة على النبي. انا اول مرة بصراحة ان انا اعمل يعني اجيب لكم الشقة. يعني انا عارفة ان هي يعني مش شقة يعني جامدة قوي، بس هي عجباني وحلوة وزينتها بطريقة جميلة. وعايزة برضو رأيكم في الكومنتات. وهنا بقى عملت فرع كده نور على التلاجة والمطبخ، برضو عايزة ايه رأيكم في الزينة اللي انا عملتها. وزي ما قلت لكم عادي ممكن تخش جمعية ب5 جنيه وتجيبي اللي انت عايزاه في شقتك. مش شرط خالص خالص انك انت تقعدي بقى تقولي هجيب منين ومش عارفه ايه. والله لو جنيه كل يوم هتحوشي جنيه، هتروحي وتجيبي اي حاجة وتفرشي في شقتك احلى فرش. تعالوا بقى نحضر اول يوم رمضان
الفطار بتاعنا. هنا طبعا الممبار انا كنت غسلته خليته جنيه، خليته لنج. والخضره بتاعتنا طبعا غسلتها كويس جدا، انا بس مش عايزه اطول في الفيديو معاكم. وطبعا بغسلها بخل وكده، وبعد كده بشطفها كويس جدا. وهنا الرز غسلناه وحطيت عليه الطماطم والبصل. دي طماطم وبصل مضروبين في الخلاط مع بعض، ما تقولوليش ازاي، يعني في الكبه عملتهم في الكبه مع بعضهم. هنا هنقلب الخلطه بتاعتنا كويس جدا، وانا بحب اعمله ني في ني لان هو بيبقى طعمه جميل جدا جدا. جربي الطريقه وان شاء الله هتعجبك. هنا كده عندي مكعب ماجي، هفركه واحطه برضو على الممبار بتاعنا، ورشه الملح بتاعتك المظبوطه، معلقه كبيره من الملح. عندي بهارات فراخ وشويه فلفل اسمر وحبه كمون. وهنا كنت حشيته، طبعا طريقته سهله في الحشو، يعني في ناس كتير بتعرف تحشي الممبار وانتوا احسن مني اكيد. هنا كده كنت خلاص يعني بسوي فيه، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا شايفين جماله حلو ازاي. وهاتيه من عند جزار يكون يعني حلو حلو، يعني حلو يعني ايه حلو، يعني نضيف، يعني جزار يكون نضيف. تعالوا بقى نحضر مع بعض احلى كفته. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو ده، وكمان تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم علشان برضو يستفيدوا منه. هنا بقى بحط فلفل اسمر، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الملح. وكمان هحط معلقه من بهارات الكفته، معلقه مليانه كده من بهارات الكفته. هتلاقيها عند اي عطار، مش شرط تجيبي الكيس اللي هو ب5 وب6 وب7 جنيه ده، هاتي البهارات السايبه هتوفر معاكي كويس قوي. وهحط كيس مرقه فوريه ومعلقه من البيكنج باودر. يبقى احنا حطينا هنا ايه، حطيت معلقه من مش هنحط بصل ولا هنحط حاجه خلاص. وهتمسك معاكي وهوريكي دلوقتي من غير ما نحط بصل ولا فول صويا ولا اي حاجه ولا بيضايه ولا اي حاجه. تمام. هقولك المقادير تاني: معلقه من البيكنج باودر، معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه كبيره من بهارات الكفته، وعندنا كيس مرقه فوريه هنحط برضو الكيس كله. تمام. ومعلقه من الملح، وهنقلبهم كويس مع بعض. وبعد كده هنضربهم في الكبه لفتين 3 كده لغايه ما تعمل لي خيوط. الخيوط دي بقى هي اللي هتخليها تمسك في الكبه. تمام. وتبقى معاكي متماسكه على السيخ. لو هتعمليها على السيخ مش هتقع منك، لو هتعمليها في الفرن مش هتفك منك، ولو هتعمليها حتى على البوتاجاز من فوق مش هيجرى لها اي حاجه خالص. شايفين حلوه ازاي؟ بصوا كلها خيط. هنغطيها بقى ونحطها فين؟ في التلاجة لحد مثلا قبل الفطار كده مثلا بساعه ولا نص ساعه، وبعد كده هنطلعها بساعه عشان تلحق تستوي معاكي. هنعمل بقى هنا الرز. هنا حطيت معلقه كبيره من الزبده، هنحط عليهم معلقتين من الزيت. البهارات بتاعتنا ايه؟ عندنا عود قرفه، 3 حبهان، 3 من القرنفل او المسمار زي ما بيقولوا في الدول العربيه، وعندنا اللومي، واللون اللي هو الزعفران اللي بيتباع في البطرمانات ده هتلاقيه ب3 جنيه. تمام. انا عايزاكم بصوا يعني بقدر الامكان ان احنا نوفر، يعني لو هتجيبي مثلا الحاجه اللي هي المغلفه دي تكون غاليه، لا هاتي منها السايب احسن خلاص، وهيوفر معاكي الفلوس. تمام. هنا هنزل بقى بالرز بتاعنا وهشوحه. انا عاده بحط له بصله، بس المره دي انا بصراحه مش عايزه احط له بصلايه، عايزه اجربه كده من غير البصلايه. تمام. هشوحه برده كويس جدا. وهنا هفرك برده مرقايه كده بتديله طعم رهيب رهيب. وهنزل بقى بالشوربه الخطيره بتاعتنا دي، وهزوده. يعني انا حطيت كوبايه من الشوربه، هحط معاه كوبايتين بقى من الميه، لان الرز ده بياخد ميه عن الرز بتاعنا. ماشي. هحط له برده كمان الملح بتاعه المظبوط خلاص، ورشه فلفل اسمر بسيطه خلاص. تمام. هو مش بيحتاج بهارات كتير. انا بحس ان لما بتحطوا بهارات كتير في الرز البسمتي، لا هو الحاجات اللي احنا حطيناها القرنفل واللومي والحبهان وورق اللوري والحاجات دي بتديله ريحه وطعم خطيره. هنا طبعا كنا خلاص كده تقريبا ساعه على الفطار. هبتدي بقى ان انا اصبع معاكم الكفته، وهوريكم قد ايه هي متماسكه، قد ايه هي يعني هتبقى ماسكه نفسها كده على السيخ ومش تقع منك خالص. بصي يا ست الكل، هتجيبي عيدان الشيش طاووق دي. تمام. وهتظبطيهم قدام بعض كده، وتمسكي الكفته بتاعتك تكوريها وتديها كده غزه من النص، هتبقى معاكي زي ما انت شايفه. بصي اهو.
وهنا طبعا كنت محضره صلصه كده وعليها زيت وبهاراتي علشان يعني ازيد بيها الكفته او المع بيها الكفته. شايفين هي قد ايه متماسكه؟ بصوا متماسكه اهي. يعني هي لو مثلا لو الكفته بتاعتي مش متماسكه هتقع مني من على عيدان الشيش طاووق. بصوا قد ايه هي متماسكه. هرص بقى عندي في الجريل بتاعي، وبعد كده هحطه على النار يستوي. تمام، انا هحطه على النار من فوق عشان عندي الفرن بعافيه شويه. جه على رمضان وقال لي والله ما انت عامله فيا حاجه فهسويه من فوق. وهنا طبعا الرز كان خلاص. هنا بقى هنحضر العصير. منجايه حلوه كده محترمه وعملناها تمام كده زي الفل. وهنا كمان عملنا سلطه الطحينه الخطيره وعملتها معاكم قبل كده. حمرنا كمان الممبار في زيت في سمنه زي ما انتي عايزه. فرشنا كده الرز بتاعنا زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله. الطعم بقى والريحه بصراحه يعني تجوع. هنا فرشت بقى الصينيه بتاعتي، حطيت عليها الكفته بسم الله ما شاء الله، وحطينا كمان الممبار بتاعنا. ويا جماعه يعني الحمد لله رضا ونعمه على كده. وجنبها سلطه الطحينه، والسلطه الخضراء مش عارفه ما طلعتش ليه بس يلا مش مشكله. بس وشوفوا الكفته بقى متماسكه ازاي، وطعمها كان تحفه بصراحه. بصوا الكفته اصلا تحس ان هي يعني صاحيه بتجري بتقع.